في كتاب دكتور عبد الوهاب المسيري رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر بنلاقي ان النص التاني من الكتاب تقريبا بيحكي كله عن رحلة كتابته لمشروعه الأكبر اللي أخذ منه أكتر من 20 سنة، وهو الموسوعة 8 مجلدات بيتكلموا عن اليهود والصهيونية. سألت نفسي سؤال، ايه اللي يخلي شخص يقضي فترة طويلة كده من عمره يكتب مشروع واحد ويشتغل عليه؟ ودكتور عبد الوهاب المسيري جاوب على السؤال ده في الكتاب، وقال ان بداية انشغاله بموضوع الصهيونية بدأ لما كان في ملتقى بين الطلبة والأساتذة في أمريكا، وقعدت جنبه طالبة عرفت نفسها ليه بأنها يهودية، فلما قال لها أنا بسألك عن جنسيتك مش عن ديانتك، صممت أنها تقول أنها يهودية، وعرف منها بعد كده أنها بتكره وبتشمئز من الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وأنها بترفض أنها تنتمي لأمريكا، فبالتالي هي بتعرف نفسها دايما على أنها يهودية. بعدها بفترة تعرف على طالب عراقي يهودي، الطالب ده راح عاش 2 سنين في إسرائيل زي ما حكاله عشان يقدر يهاجر من هناك لأمريكا، وحكاله ازاي ان السنتين دول كانت الحياه هناك لا تطاق، وانه قابل يهود كتير قاعدين هناك ومحافظين على علاقتهم بقرايبهم اللي في اوروبا علشان لما يسقط الكيان الاسرائيلي يقدروا يسافروا لهم ويعيشوا معاهم هناك. وقتها اندهش عبد الوهاب المسيري من ان اليهود نفسهم عندهم ترقب لفكره سقوط الكيان الاسرائيلي، وكانهم عارفين ان ده هيحصل. ومن النقط الصغيره دي والاحداث البسيطه دي بدا ينشغل ذهنه بفكره الصهيونيه، وبدأ يكتب عنها دراسات اللي بدأت تقريبا يكتبها من سنة 1965، وتم تسليم المنتج النهائي ل8 مجلدات سنة 1998 لدار الشروق، اللي عملت عليها شوية تنقيحات وتعديلات لمدة سنة ثم اتنشرت.